تدرون إيش أفضل عمل في هذه الأيام بعد الفرائض والواجبات؟ طبعا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن أفضل الأعمال، فقال بعد الفرائض والواجبات الناس تختلف في قدراتها وفي أوقاتها، قال ولكن ما هو شبه إجماع عند العلماء أن الذكر هو من أفضل الأعمال. ليش؟ ساق الأدلة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا الناس وتجاوز أصحاب الأعمال، سبق المفردون. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. كذلك الرجل الذي أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كثرت علي شرائع الدين، عندنا أعمال نوافل طاعات كثير، دلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وخص هذه الأيام خاصة بالإكثار من هذا العمل، فقال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ليش الإكثار من هذا العمل؟ لأن هذا العمل سهل يستطيع كل إنسان، ولأن هذا العمل يجعل وقتك كله أعمال صالحة. الذكر عمل صالح، طيب تستطيع أن تشغل وقتك كله بهذا الذكر وهو سهل. وليش خص لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله تحميد؟ لأن لا إله إلا الله أعظم كلمة في الوجود، لأنها أفضل الأذكار، والله أكبر يعني الله أعظم من كل شيء، الله أكبر من كل شيء. تقال في مواطن الجموع والحشود وفي الحج وفي العمرة وفي الصلاة والأذكار المقيدة والمطلق. والحمد لله لأنها تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. ميزان إيش؟ ميزان يوم القيامة. لذلك أكثر من هذا الذكر، لا يقف عن لسانك بالليل بالنهار، علم الناس، أشعه في كل مكان: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.